السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. النهاردة إن شاء الله هنحل الدرس الثاني عندنا في الوحدة الرابعة، درس بعنوان خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب اللي هو بيلقب بالفاروق. ولكن بعد إذنك أنت عارف هتعمل إيه؟ حضر ملزمتك، حضر قلمك، كوباية شاي حلوة كده، سمي الله، يلا بينا. يلا بينا نحل 50 سؤال على الدرس الثاني خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب. طيب النوع الأول عندي من الأسئلة وهو اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، من المدن التي تم إنشائها أثناء خلافة عمر ابن الخطاب مدينة إيه؟ ترى دمشق، الفرمة، ولا الكوفة، ولا حمص؟ طبعا هتبقى الكوفة. هو أنشأ البصرة والكوفة في العراق، البصرة والكوفة في العراق، وفي مصر أنشأ الفسطاط. طيب اتنين، غادر قيصر الروم بعد هزيمته في موقعة اليرموك. هو قيصر الروم ده غادر ايه؟ ترى بلاد الشام، العراق، فارس، ولا مصر؟ برافو عليكم، غادر بلاد الشام. طيب ثلاثة، تم تغيير القيادة العامة للجيوش الإسلامية بالشام بعد معركة يرموك، معركة الفرمة، القادسية، نهاوند. برافو عليك، معركة اليرموك. طيب أربعة، أول ما فتحه المسلمين في مصر العريش، الفرمة، بلبيس، الإسكندرية. أول مكان راحوه ألا وهو العريش، وطبعا استقبل اهل العريش سيدنا عمرو بن العاص بالترحاب وبالزغاريط والتشكيل والحاجات الحلوه دي كلها. طيب خمسة، أصبحت مصر ولاية إسلامية بعد جلاء الرومان من مدينة العريش، ولا الفرمة، ولا بلبيس، ولا الإسكندرية؟ طبعا الإسكندرية. ليه؟ لأنها كانت العاصمة ساعتها. ستة، قتل القائد الفارسي رستم في معركة اليرموك، الفرمة، القادسية، نهاوند. قلت لك القادسية فيها كل حاجة بحرف السين. قائد الفرس اسمه رستم، قائد المسلمين اسمه سعد بن أبي وقاص. شفت بقى؟ فهنا هتبقى القادسية. طيب تم فتح المدائن في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب على يد القائد تم فتح المدائن في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب على يد سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد، النعمان ابن مقرن. مش هكمل، برافو عليك، عاش الله أكبر، هو سعد ابن أبي وقاص. طيب 8، انتهت دولة الفرس عام 21 هجرية بعد انتصار المسلمين في معركة في معركة ايه بقى؟ اليرموك، الفرمة، القادسية، نهاوند. برافو عليك وعاش، معركة نهاوند. طيب تعال نطلع ملزمتنا فوق شوية كده عشان نكمل باقي الأسئلة بتاعتنا. طيب السؤال التاسع بيقول لك تم فتح عاصمة الفرس بعد معركة اللي هي المدائن، بعد معركة ايه؟ اليرموك، ولا الفرمة، ولا القادسية، ولا نهاوند؟ هتبقى القادسية، عاش جدا. طيب 10، أولى المعارك الإسلامية في مصر كانت معركة ايه؟ مش هتبقى العريش، هناك ما عملناش أصلا معركة. طيب هتبقى ايه بقى؟ الفرمة، ولا بلبيس، ولا الإسكندرية؟ أقول تاني، أولى المعارك الإسلامية في مصر كانت معركة العريش، ولا الفرمة، ولا بلبيس، ولا الإسكندرية؟ هتبقى الفرمة. طيب 11، كان غرض عمرو بن العاص من فتح مصر، هو غرضه من فتح مصر ايه؟ فتح غرب افريقيا، ولا تأمين الفتوحات، ولا مطاردة الروم، ولا إقامة علاقات تجارية؟ طبعا تأمين الفتوحات الإسلامية. طيب 12، اهتم عمر ابن الخطاب بإنشاء المدن الإسلامية، ومن البلاد التي حظيت تمتعت بذلك ايه بقى؟ يا ترى الشام، العراق، فارس، اليمن؟ هتبقى العراق. ليه؟ لأنه عمل البصرة والكوفة في العراق. طيب 13، تغيرت تبعية مصر السياسية بعد فتح المسلمين مدينة يا ترى العريش، الفرمة، بلبيس، الإسكندرية؟
برافو عليك، الإسكندرية. تمام. 14 قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر أن الله قد جعل الحق على لسانه وفي قلبه، ويدل ذلك على إيه؟ الزهد، التواضع، العدل، ولا الرحمة؟ أن الله قد جعل الحق على لسانه وفي قلبه، طبعا بيدل على العدل. طيب، أسلم سيدنا عمر بن الخطاب أثناء مرحلة نقط من الدعوة، يا ترى علامات الدعوة ولا الجهر دون مواجهة ولا مواجهة المعتدين ولا السرية؟ طبعا هتبقى الجهر دون مواجهة. عرفتها ليه بقى؟ لأن سيدنا عمر أسلم في السنة الخامسة، 3 سنين سرية، بعد كده الجهر دون مواجهة. السؤال الأخير معايا في اختر هو: اهتم الخليفة عمر ابن الخطاب بتنظيم موارد الدولة المالية واقتصادها، فأنشأ إيه بقى؟ أنشأ ديوان بيت المال ولا ديوان الجند التقويم الهجري ولا إيه بالظبط؟ برافو عليك، هو ديوان بيت المال. كده حليت أسئلة الاختر. يلا نحل السؤال اللي جاي بعد كده. اذكر اسم المدينة التي تشير إليها كل عبارة. قول لي اسم المدينة اللي أنا هكلمك عليها دلوقتي. أعلن عمر بن الخطاب أمام قريش أنه مهاجر إليها، قال لهم أنا رايح ليها. إيه هي؟ مدينة يثرب. برافو عليك، اللي هي دلوقتي سميت باسم المدينة المنورة. 2 أمر عمر بن الخطاب بإنشائها في مصر. الفسطاط. برافو عليك، عاش، الفسطاط. طيب 3 عاصمة الفرس التي دخلها المسلمين. المدائن. برافو عليك، المدائن. طيب 4 تسلمها عمر بن الخطاب بنفسه، يا ترى ايه بقى؟ بيت المقدس. عاش، بيت المقدس. طيب تعالوا نكمل، ده لسه فيه كمان سؤالين اهو. طيب، بقى بها عمرو ابن العاص شهر ينتظر انذارات الخليفه اثناء فتح مصر. قعد فيها سيدنا عمرو بن العاص شهر كامل مستني الدعم اللي جاي من عمر بن الخطاب. مدينه اسمها ايه؟ اسمها بلبيس. اسمها ايه؟ بلبيس. طيب 6 عاصمة مصر أثناء الحكم الروماني وفتحها عمرو بن العاص. طبعا هتبقى الإسكندرية، هتبقى الإسكندرية. جميل جدا. طيب تعال نشوف نوع جديد من الأسئلة وهو صح أم خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب عمر بن الخطاب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وأعلن إسلامه. طبعا أيوه، الإجابة صح. طيب 2 من صفات الخليفة عمر بن الخطاب العديد من الصفات الحسنة، منها الرحمة والعدل. طبعا يعني لو انت طالب على الله حكايتك راح الامتحان مش فاهم اي حاجة وشفت السؤال ده، ايوه طبعا صح. طيب 3 اجمع الصحابة على اختيار عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين بعد ابو بكر الصديق. ايوه الكلام ده صح 100%. 4 من الدواوين التي انشاها عمر بن الخطاب ديوان الجند وبيت المال. انا مش هتكلم بقى، انت اكيد عارف ان هي صح. طيب 5 اتخذ عمر بن الخطاب من بعثة سيدنا محمد بداية التقويم الهجري. غلط. ايه ده؟ لا عمل كده، عمل تقويم هجري يا مستر صح، ولكن انت ما خدتش بالك من الكلمة دي. بعثة. لا هي مش بعثة، هو من هجرة. بص، من الهجرة. من الهجرة لكن مش من البعثة. طب هجرة يعني ايه وبعثة يعني ايه؟ الهجرة هو لما سيدنا محمد هاجر من مكة للمدينة. بعثة يعني نزول الإسلام على سيدنا محمد، بعثة. طيب 6 من المدن التي أمر عمر بن الخطاب بإنشائها الإسكندرية والمدائن. طبعا خطأ خالص، هو أمر بإنشاء مدن في العراق زي البصرة والكوفة، وفي مصر زي الفسطاط. طيب 7 كانت فتوحات المسلمين في عهد عمر ابن الخطاب استكمالا لفتوحات ابو بكر الصديق. طبعا ايوه الكلام مظبوط صح. 8 تم فتح مصر في عهد الخليفه عمر ابن الخطاب. السؤال ده طبعا انت خدت اصلا الكلام ده في اولى اعدادي. 9
انتصر الفرس على المسلمين في معركة القادسية. قلت لك في الشرح ريح دماغك، أي معركة في الخلفاء، مش بقول غزوة، أي معركة في الخلفاء المسلمين هم اللي انتصروا. فهنا بيقول لك إن الفرس انتصر، لا طبعا ده المسلمين هم اللي كسبوا. وتم قتل رستم قائد الفرس. ده مش كده وبس، ده كمان دخول المسلمين عاصمة الفرس اللي كان اسمها المدائن. طيب اكتب مدلول كل عبارة مما يأتي. معركة حربية انتهت بانتصار المسلمين وتعرف بفتح الفتوح. معركة ايه؟ فتح الفتوح، نهاوند. اسمها ايه؟ نهاوند. طيب حصن في مصر فتحه عمرو بن العاص بعد معركة عنيفة مع الروم. اسمه حصن ايه؟ بابليون. اسمه حصن بابليون. طيب تعال نشوف سؤال من هو. اطلع كده فوق سيكا. ايوه تمام. من هو ثاني الخلفاء الراشدين ولقب بالفاروق؟ بطل حلقتنا النهارده وهو عمر ابن الخطاب. طيب 2. اول من انشأ نظام الحزبة مين؟ بطل حلقتنا برضه هو عمر ابن الخطاب. طيب 3. قائد المسلمين الذي حقق نصرا على الروم في معركة اليرموك. ده مين ده؟ سيدنا خالد ابن الوليد. طيب 4. قائد المسلمين الذي فتح مصر أمن الأقباط على أنفسهم. مين بقى؟ عمرو ابن العاص. عمرو ابن العاص. طيب 5. قائد المسلمين الذي حقق نصرا على الفرس في معركة نهاوند. حتى اسمه حلو قوي، نهاوند. مين بقى؟ النعمان ابن مقرن. اسمه ايه؟ النعمان ابن مقرن، وفي ضمه هنا كده. طيب 6. قتل الخليفة عمر ابن الخطاب وهو يصلي الفجر. هو ابو لؤلؤة المجوسي اللي احنا قلنا عليه في الشرح، اسمه ابو لؤلؤة الجاموسي. طيب يبقى ابو لؤلؤة المجوسي. طيب تعالى بقى نحل سؤال جديد وهو بما تفسر. قول لي الاسباب. ارغي بقى شويه كده معايا يا باشا. لقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب بالفاروق. ليه بقى؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. لأنه عمل إيه؟ فرق بين الحق والباطل. 2. اهتمام عمر بن الخطاب بإنشاء المدن الجديدة. ليه؟ لتكون مكان يجمع المسلمين بجيوشهم. ليه؟ ليكون مكان يجمع المسلمين بجيوشهم. 3. تردد الخليفة عمر بن الخطاب في فتح مصر في أول الأمر. ليه؟ بسبب انشغال جيوش المسلمين في مطاردة أو ملاحقة كل من الفرس والروم. بسبب انشغال جيوش المسلمين في ملاحقة كل من الفرس والروم. طيب تسمية معركة نهاوند بفتح الفتوح لأن انتهى على أثارها دولة الفرس. لأن انتهت بعد ذلك دولة الإيه؟ الفرس. طيب بما تفسر حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وجعله أحد مستشاريه، بسبب طبعا أن عمر بن الخطاب كان يتصف برجاحة العقل وكان يتصف بحبه للحق وأهله. طيب تعال نشوف السؤال الأخير. رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر. هو ليه عايز يفتح مصر؟ ليه؟ تأمينا لفتوحات المسلمين في الشام. تأمينا لفتوحات المسلمين في الشام. طيب ما النتائج المترتبة على معركة اليرموك؟ بعدها ايه اللي حصل؟ غادر قيصر الروم بلاد الشام. غادر قيصر الروم بلاد الشام. طيب النتائج المترتبة على فتح عمرو بن العاص لمصر. لما هو فتح مصر
ده ادى لايه؟ كتب لاهلها امانا يؤمنهم على انفسهم وعلى اموالهم وعلى كنائسهم، ولم يكره احد، يعني لم يجبر احد على دخول الاسلام. كده حليت معاك يعني 7 اسئله. انت بقى يا باشا هتحل لي السؤال الثامن وهتحل لي كمان السؤال التاسع اللي هو قارن. هتقعد كده ايه يعني تحلهم كده على رواقه في ورقه خارجيه. هتعمل جدول زي كده مثلا اهو: المعركه، اليرموك، قادسيه، نهاوند، فتح مصر، الاطراف، قائد المسلمين، النتائج. اقعد كده اتسلى فيهم كده، العب كده وهزر في الورقه كده، وصور ورقتك وحطها على جروب الفيسبوك بتاعنا اللي هو اسمه مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه، وهتلاقيني برد عليك في كومنت او عامل لك يعني بوست كده منفصل بحل لك فيه الكلام ده كله. وبعمل معاك كده ليه؟ علشان انت تمسك القلم وتمرن نفسك لوحدك، ما تعتمدش عليا اعتماد كلي، لا انت شارك مع نفسك كده واكتب مع نفسك كده ايه الواجب. ربنا يوفقكم، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.